السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة المطبخ الجزائري مطبخ عبد الجليل. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة شيفلور أو قرنبيط إكسبريس، يعني بدون تفوار بدون تغلية. يعني تساعد هذه الناس اللي يكونوا يعني كما قلت تكونوا مزروبين، ولا نساء العاملات، ولا يعني أحيانا ما تحبوش هذيك الريحة تاع التغلية تكون في الدار. أنا ذي الوصفة يعني لكل حاجة كنت شفتها في الإنترنت وجربتها، يعني جربتها أختي، يعني لما ضمنت لي الطريقة ما صورتها لكم. على كل حال نروح المقادير وطريقة التحضير. كنت يعني خذيت رشي فلور الحجم اللي حبيته، يعني حاجة على حسب العائلة. غسلته ونقيته ونحيت له جيدا هذوك الأسئلة كما وريتكم في التصاور من الأول. الآن جبت إناء أو يعني علبة أو أي حاجة يعني تكون ماذا بيكم تكون مفتوحة، يعني ماشي تكون عفسة ضيقة. كسرت فيها 3 حبات بيض. بالنسبة للبيض أنا ضفت حبة مع الأخير، يعني لما نوصل راح نوريكم. قلت لكم كنت كسرت 3 حبات بيض. ضفت كذلك المعدنوس. ضفت كذلك نصف ملعقة تاع ملح تكون مملوءة جيدا، لأني كما قلت لكم الشيفلور غسلته فقط، يعني ما غليته ما فورته، راهو مسوس. ضفت كذلك كمون نضيفه كمية جيدة، لأنه الكمون يعني هو طارد للغازات، والشيفلور كما هو معروف عليه هو مملوء بالغازات، يعني باش على الأقل كما يقولون نحو هذوك لي غاز. ضفت كذلك فلفل أسود. ضفت كذلك رأس الحانوت يعني اللون الأصفر ماشي هذاك اللي يجي أحمر. وضفت كذلك العكري أو الفلفل الأحمر. نخلط هذو المقادير جيدا. معذرة نضيف كذلك كاس تاع الحليب، كاس يكون مملوء جيدا يعني حوالي 250 ملي. نخلط المكونات هذو جيدا يعني حتى يمتازجوا لي هذاك البيض والتوابل والمعدنوس يتجانسوا مع بعضهم، وبعدها نروحوا نضيفوا الفارينة تدريجيا. بالنسبة للفارينة يعني ما نقدرش نعطيكم كيل محدد، انتم راح تبداو تضيفوه تدريجيا تدريجيا وهي تبدا تعقد، يعني ما تروحوش مباشرة تحطوا كمية كبيرة تاع فارينة حتى يتحول لكم هذا الخليط العجينة. لا انتم بداو تضيفوا بشوية بشوية حتى توصل القوام المطلوب. القوام المطلوب راح يكون تقريبا كيما عجينة تاع الكخاب، يعني ما تجي سايلة ما تجي حكمة روحها، ماشي كيما تاع المسكوتش وتجي بين وبين. انا هنايا كنت استعملت القليل من الفارينة، يعني حوالي نص كاس فقط، وخليت الخليط يعني يمتزج. بعدها شفت يعني لقيته باللي مازال له سائل بزاف، مازال ما حكمش روحه. زدت بعدها ضفت له القليل من الفارينة، يعني مجموع ما استعملته انا استعملت حوالي كاس من الفارينة. هنا كان مازال سائل كما قلت لكم، شوفوا يعني مادام راهو شغل جاري راهو ما. ضفت له الفارينة حوالي نص كاس واحد اخر، يعني تقريبا استعملت انايا كاس تاع فارينة. هذا هو القوام المطلوب. شوفوا كي ترفدوا كيفاش يسيل، يعني ما يجي جاري ما يجيكم حكم روحو زعما كيما يقولوا عجينه، ولا يجي كيما تاع المسكوتش ويجي بينه وبين شغل تاع الكخاب. بعد ما يعني هذاك الخليط مزجناه جيدا، نحكموا حبه تاع الشيفلور تاعي اللي كنا نقيناهم وغسلناهم جيدا، نغطسوهم جيدا في الخليط، والنار ننتبهوا نخلوها متوسطه، يعني ماشي كيما في العاده لما نغلوه ولا نفوروه ما يهمش النار تكون زايده، خاطش اصلا راه طايب. في هذه المرحله لا الشفلور كما قلت لكم راهو خضر ماهوش طايب. اذا واش نعمل؟ النار نسخنها الزيت مع الاول، ومن بعد نقص لها نخليها نار متوسطه باش نضمن باللي طياب تخلي للداخل كامل. هنا يعني هذه الطريقه صورتها لكم اللي كنت رمت بها هذاك الشفلور تاعي، يعني نخليه يدخل للجوانب كامل، يعني لازم يقيس هذاك الخليط كامل شيفلور تاعي باش يعطيه اولا هذيك الطبقه البنه الخارجيه، وايضا نضمن باللي الشيفلور تاعي الداخل طاب جيدا. بعد ما نغطسوه حطيته هنا يعني طاب في الزيت اللي كانت سخونه، وبعدها رحت انا نقصت للفرن، خليت النار متوسطه، يعني باش ما نبقى كما يقولوا ماشي يروح من برا ينصهد ليه والداخل يبقى اخضر ما يطيبش. كما قلت لكم هذه الطريقه يعني انا صراحه لما شفتها اول مره شكيت انه ما يطيبش، يعني شككت في الامر انه يبقى الداخل اخضر، ولكن صراحه بعد ما جربته يعطيكم بنه رائعه. هذه سلطه كنت ارفقتها يعني مع الشيفلور تاعي، هذه خاصه مليحه لاصحاب فقر الدم، يعني سلطه الشمندر او البطراف. هنا كنت حكمت حبه بطراف كبيره غليتها قطعتها مربعات صغيره، حكمت نص حبه بصل قطعتها كذلك الى مربعات صغيره، معدنوس وزوج سنينات ثوم. دهنتها بزيت زيتون فقط، ودرت لها عصرات عقارص. هذه السلطه الناس اللي يعانوا من فقر الدم يعني واللي عندهم مشاكل تاع كما يقولوا الدوخه وبلا هذيك اكله صحيه، ننصحكم بها. تحتفظوا بها في الثلاجه مده اسبوع او اكثر، ما عندهم ما حيصرى لها، يعني تبقى هي. انا
هذه السلطة يعني صراحة نستعملها، عندي مشكلة تاع فقر الدم تساعدني، يعني كما يقولوا على الأقل الإنسان ياكل حاجة صحية ويطلع شوية تاع المناعة تاعو. كما قلت لكم هنا كنت خلط هذيك البطرف او الشمندر مع البصل مع الثوم كذلك والمعدنوس. هنا كنت قدمته في صحن التقديم تاعي، تزينوه باي طريقه حبيتوه. الشيفلور تاعي هاولي كذلك بعد ما طاب يعني جا ما شاء الله ما يبانش كامل باللي ماشي مغلي ولا مفور يعني، وحتى الداخل يعني والله العظيم غير طاب يعني كيما يقولوا كيما اللي مغلي وكيما اللي مفور. والبنه نفسها يعني ما تغيرتش البنه ولا. فننصحكم يعني اللي تكون مزروبه ولا المراه العامله ولا يعني اللي ما تقدرش كيما يقولوا ما لحقتش، فهذه الطريقه اعتمديها وعينيك مغمضين. هنا كيما شفتوا راني حطيت حبات كبار وقسمتها بالفرشيطه، شفتوها تقسمت بسهوله، وراني وريت لكم محسوب باش تشوفوها بلي طيبه. وهذه حبه واحده اخرى متوسطه نفس الشيء، هاني قسمتها لكم كذلك باش نوري لكم يعني باللي راهي طايبه. هالك يعني حتى مسكتها بيدي وريت لكم باللي راهي طايبه. طاب ما شاء الله يعني عليكم لا منوض، ما شاء الله تجربوها، ما تنساوش متابعه، والسلام عليكم.